في أوروبا. الأب خالد قفل تليفونه بعد ما سمع أذان المغرب عشان يبدأ ياكل هو وأولاده في أول يوم رمضان. فرد كريم: مالك يا بابا مش بتاكل ليه؟ ده صيام يعني، ما ينفعش تعمل زي عادتك وتقولي ماليش نفس. كفايه انك مصمم تصوم رغم ان الدكتور بيمنعك. بصراحه يا ولاد انا مش حاسس خالص ان احنا في رمضان، عشان متعود حتى لو بشتغل هنا بنزل كل شهر اقضيه في مصر مع اخويا واولاده في البلد. بقول لكم ايه، ما تيجوا نعملها وننزل احنا الثلاثه مع بعض لمصر. فرد كرم توأم كريم: ايه يا بابا بس الكلام ده اللي انت كنت بتعمله ده كان مع ماما الله يرحمها، عشان بتكون فاضيه واحنا بنسد مكانك هنا في الشغل. انما لما ننزل احنا الثلاثه مين هيخلي باله بقى من الشغل هنا؟ هو لازم يعني طول السنه شغل؟ قولوا انكم هتاخدوا اجازه. يا ولاد نفسي احس بشهر رمضان وسط اهلي وناسي، لكن احنا في بلد اوروبيه، فين وفين لما بنسمع الاذان بالصدفه. فرد كريم: اللي يسمعك كده يقول يا بابا ان احنا بنيجي هنا اجازات، ده احنا بقالنا هنا عايشين اكتر من 15 سنه، نجحنا هنا في الشغل والدراسه، فبالتالي كل حياتنا بقت هنا. كامل كرم: معلش يا بابا، لو عاوز حضرتك انزل لوحدك، انت قلت بنفسك متعود كل سنه تنزل شهر تقعد معاهم، انما احنا مش متعودين، احنا كنا بنفضل هنا. ما عشان كده نفسي المره دي تيجوا معايا وانا مصمم، مش عاوز رفض، طوعوني، جربوا الاجواء هناك انتوا هتدمنوها. في البلد. الفوزي: ما تتصورش فرحت قد ايه يا اخويا انك جيت انت والولاد هنا. ايوه كده، هاتهم معاك عشان يتعرفوا على اصول بلدهم الحقيقيه. احسن حاجه انهم مش بيبرطموا بالاجنبي، لا مصريين فعلا عايشين معانا اكنهم من زمن طويل. ابتسم خالد لاخوه وقال: انا ووالدتهم المرحومه كنا دايما يعني بنحاول نتكلم معاهم بالمصري هناك. اكتر حاجه كنا نفسنا نعملها ان احنا نحافظ على اللغه، على امل ان احنا نرجع في اي وقت، عشان كده كنا بنجيب لهم كمان مدرسين مصريين. كمل كرم: ده غير الافلام والمسلسلات اللي كنت بتخليني اتفرج عليها بالعافيه يا بابا. ده ساعات كان بعد الفيلم ما يخلص ولا المسلسل يقعد يسمع معانا ويفهمنا الافيهات. فضحك فوزي: هو خالد طول عمره كده عامل زي السمك، لو طلع بره الميه ما يقدرش يعيش. كان صعب عليه يعيش في بلد تانية السنين دي كلها، عشان كده كان بيحسسكم بالاجواء هناك، عشان هو اللي محتاج يحس انه في بلده فعلا. فكمل خالد: انت بتقول في ايه يا فوزي؟ ده انا كنت بستنى شهر رمضان ده كل سنه بفارغ الصبر، عشان انزل انا ومراتي نقضيه هنا واحس بالدنيا والاجواء. انما اول يوم رمضان اللي عدى عليا ده ولا كنت حاسس بحاجه خالص، فضلت اتحايل عليهم بالعافيه عشان يجوا معايا. فوزي لاحظ ان كريم ماسك التليفون مش معاهم. ايه يا كريم ساكت ليه من ساعه ما جيت؟ مش بتشاركنا يعني الكلام؟ لا يا عمي بس بسمعكم عادي يعني، بس معلش الشبكه هنا عندكم وحشه قوي، انا محتاج اعمل مكالمه شغل مهمه. معلش يا ابني هي فعلا الشبكه مش قد كده هنا، بس ما تقلقش احنا بلغنا عشان يشوفوا لنا حل، بس لو انت طلعت بره في الجنينه شويه هتلاقي شبكه كويسه وتقدر تتكلم براحتك. نروح عند كريم لما صدق ان هو يطلع وحاول يعمل اتصالاته اخيرا. هموت واطمن على الشغل، انا مش عارف ازاي طوعت بابا وجيت هنا، لا وكمان مصمم ان احنا نقعد هنا شهر بحاله وبالعيد كمان. يا اخي خلينا نعتبرها اجازه ونستجم شويه، البلد هنا مش وحشه يعني زي ما احنا كنا متخيلين، بس يمكن عشان احنا متعودين على الشغل واحنا مش وش اجازات. شايفك يعني مبسوط هنا يا كرم ونفسك جت على المكان وقعدت الجو دي عمال تضحك وتهزر عادي. ايوه هو انت عاوزنا كشر ليه؟ فبصراحه كده بابا كان معاه حق ان احنا طول حياتنا شغل وبس، فيها ايه بقى لما ناخد شويه اجازه؟ المشكله مش في الاجازه، المشكله في الاجواء هنا مش عجباني. ادي من اول اهو مش لاقيين شبكه عدله عشان نعرف نتواصل معاهم ونشوف الشغل ماشي ازاي، ولا نت عدل ولا اي حاجه عجباني في المكان هنا. انا نفسي اغمض عيني وافتح الاقي نفسي رجعت اوروبا تاني. هي بصراحه مشكله عشان احنا متعودين على الحاجه دي، لكن اكيد هنا متعودين يعيشوا من غيرها عادي يعني. ومين عالم مش ممكن احنا كمان نتعود على كده؟ بذمتك ما نفسكش تعيش الاجواء كده من غير نت ولا تليفونات؟ ما ده اصلا كانت عيشتهم زمان قبل ما يخترعوا الحاجات دي. كريم مصروب دي، لا ده انت المكان هنا لحس مخك على الاخر، بقيت بتتكلم زي بابا. ارجع اقعد معاهم احسن، انا هحاول امشي شويه جوه يمكن الاقي شبكه نت عدله. نروح عند كريم فضل يمشي لجوه كتير لحد ما فعلا لقى شبكه وفضل يتكلم وهو سرحان، وفجاه اتفاجئ بمعزه وبقره في وشه، خلوا اتوتر بخوف ويرجع لورا. ايش من هنا، امشي بسرعه يا جماعه يا جماعه حد يلحقني. كريم فضل يرجع لورا بقلق منهم، فجأة لقى نفسه وقع في بركة المية، فضل يزعق كتير وهو خايف،
لما لقاهم كمان مقربين ناحيته أكتر. فجأة سمع صوت أنثوي: يا رشيدة، يا برعي، تعالوا هنا، ابعدوا عنه. كريم صرخ فيهم من خوف: انت مجنونة، انت بتكلميهم، تعالي اسحبيهم بعيد عني، هما كده هيفهموكي يعني. قربي بسرعة بدل ما يعملوا لي حاجة. في اللحظة دي ظهرت ما بين الشجر بنت لابسة فلاحي. تعالي هنا يا رشيدة، تعالى يا برعي. كريم كان هينجني منها: هو انت عمالة تتكلمي معاهم كأنهم بني آدمين زينا؟ مش واخدة بالك ان هم حيوانات؟ وكمان مسمياهم على أسامي ناس. صبرني يا رب، انت طلعتيني منين وانا اللي فاكرك هتنقذيني منهم؟ أسيل ابتسمت له بسخرية وناديت عليهم تاني، والمرة دي بعدوا عنه فعلا، ولما شافوها قربوا ناحيتها. يلا على جوه انتوا الاتنين. كريم اتصدم: ايه ده؟ دول مشوا فعلا، ده فهموا كلامها. أسيل قربت منه: هات يدك جوه، شكلك مش من هني، بس مش بالوصول برضك. قبل ما تدخل الأرض أي حد تسأل أصحابها مين. الأراضي هني مش فاتحة على بعضيها، هي ولا شارع بتتمشى فيه براحتك. كريم قام وتعصب لما لقى هدومه اتبلت. هي الأرض دي بتاعتك والبهايم اللي انت بتكلميهم دول وسمعوا كلامك عادي برضك تبعك يعني، وجاية تحاسبيني أنا في الآخر؟ طب ما تربطيهم جنبك، عاجبك اللي عملوه فيا ده؟ هو انت متعصب عليا ليه من ساعة ما شفتني؟ ها، الحاج عليا اللي حكتك منهم، وبعدين غلطان وبجح داخل على الأرض تخصني مش عارف بتعمل فيها ايه. هو انت تعرفي مين اصلا عشان عماله تقولي لي ارضك ومش ارضك؟ انا اهلي ليهم املاك كتير هنا، واكتر من حته ارض اللي وجع دماغي بيها دي. وبعدين خلي بالك، انا ممكن كنت اسجنك بسبب اهمالك، انك مش مخليه بالك من الحيوانات بتاعتك دي، لو كانوا عملوا لي حاجه ولا اذوني. هو انت ليه محسسني عمال تتكلم على الزومبي مش حيوانات عاديه يعني؟ وكمان يا ناصح، انت اللي خليتهم يجربوا منك عشان البركه اللي انت وجعت فيها ده مكان اكلهم وشربهم، يعني هم اصلا ما كانوش جايين يأذوك ولا حاجه. هو انا لسه هستنى اللي بيعملوا لي حاجه؟ مش قد الشغل ما تشتغليش وتكلمي معايا عدل، عيب كده. أسيل اتضايقت من اسلوبه فاستهزأت بيه: والله العيب ان الشخص زيك يخاف من حته معزه ولا جاموسه، هو طول بعرض على الفاضي. وبعدين اللي يشوفك دلوقتي وانت عمال تشخط فيا وتنطر، ما يشوفكش من شويه وانت كنت واقع وعمال تصوت بخوف عشان حد ينقذك، وهم اصلا ما عملكش حاجه ليك ابدا. كريم فهم انها بتهينه فرد عليها بغيظ: معلش بقى، اصل مش بفهم في البهايم زي ناس عشان اتكلم معاهم واخليهم يمشوا. اصل شكلك بقالك كتير عايشين مع بعض فطبعتم على بعض. انت شخص قليل الادب ومش محترم وسافل وما تربيتش كمان، ولولا ان احنا في الصيام كنت جليت ادبي عليك اكتر من كده. هو انت سبتي شتيمه ما شتمتهاش ولا قليتي ادبك وتقولي في الاخر في صيام؟ اجري يلا من هنا، روحي شوفي رشيده ولا رشيد بتاعك دوت، ولا اللي انت مسميينهم ده انا مش فاكر. ده انت حتى من كتر معاشرتك معاهم كمان مسمياهم على اسامي ناس. أسيل اتعصبت منه قوي، فكرته بيهنا: ده انت ناقص رجبايه بصحيح، انا دلوقتي رشيده وبرعي اللي مش عاجبينك دول هم اللي هيربوك. كريم قبل ما يستفسر منها تقصد ايه اتفاجئ انها نادت عليهم تاني وجري ناحيته، فطلع يجري بخوف وهو مش شايف قدامه، خبط في شجره وقع ما نطقش. أسيل بطلت ضحك عليه وجريت بصدمه وخوف: يا نهار ابيض، ده شكله مات. في بيت العم فوزي كريم فتح عينه لقى ابوه واخوه جنبه، فاستغرب مسك دماغه: هو في ايه؟ خالد كان قلقان: انت بخير يا ابني؟ حاسس بحاجه؟ تحب نجيب دكتور؟ فريده مرات فوزي قربت: جت سليمه، معلش يا ابني، خد كوبايه اللبن دي اشربها وهي هتضيع الخضه. لا انا صايم، مش عاوز، دي خبطه بسيطه ومش مستاهله، حاسس بوجع بسيط، انا كويس ما تقلقوش. الحمد لله يا ابني انك بخير. وبعدين هو انت خايف من حته معزه وجاموسه؟ لسه شبل، ما تقلقش، الحيوانات عندنا مش بيعملوا حاجه، وطالما أسيل اللي ماسكاهم يبقى اطمن. كريم قام واتعدل بسرعه وشاف أسيل واقفه بعيد. هي البت دي بتعمل ايه هنا؟ وأسيل مين دي كمان؟ كرم توأمه: اللي انت بتقوله ده هي اللي جابتك هنا وانقذتك، وقالت وانت بتجري من الحيوانات واتخبطت. وبعدين في حد برضه يخاف من الحيوانات زي دول لسه صغيرين يا اخي، كسفتنا. كريم اتغاظ منها لان ما قالتش ان هي اللي سيبت الحيوانات عليه وعشان كده اتخبط. ايوه، هي مين دي برضك تقرب لنا ايه عشان تكون هنا؟ دي بنتي أسيل بنت عمك، انت مش فاكرها؟ كنتوا بتلعبوا وانتوا صغيرين مع بعض زمان. فرد خالد: ليه حق ما يفتكرهاش يا ام صالح، ده باقيله فوق ال15 سنه ما شافوش بعض. أسيل برضك كبرت وبقت عروسه ما شاء الله، مش زي اخر مره سبناها كانت لسه عيله صغيره بضفاير. فردت أسيل بكسوف:
تسلم يا عمي. طب أنا هنزل بعد إذنكم بقى. حمد لله على سلامتك يا ابن عمي. خالد كان هيفرقع. عاملة فيها بريئة دلوقتي وهي اللي كانت هتموتني. ماشي، الحساب يجمع. على السفرة بعد ما ادفع الإفطار بدأ الكل ياكل، فقال خالد: يا ما تتصورش قد ايه وحشتني الأجواء دي يا فوزي يا أخويا، في البلاد بره عشان مش كلها مسلمين. الأجواء دي نادرة لما حد يشوفها. أهو أنا رجعت مخصوص يا ولاد عشان المدفع اللي قبل الأذان والصلاة في الجامع والتراويح. قد ايه الحاجات دي بتفرق. كريم كان قاعد بياكل بهدوء، لكن ما ينكرش ان جواه فعلا حس باختلاف، لكنه رفض يعترف بده عشان برضه حابب الرجوع للبلد اللي نجح وأسس فيها شغله. فقال فوزي: البني آدم بيتعود حسب ما اتربى يا خالد، واحنا عشان اتربينا على جديه واحنا صغيرين فخلاص بالنسبة ده عادي بقى، هو ده رمضان. بالظبط، عشان كده كنت بتحايل دايما على الولاد يقضوا معانا رمضان هنا عشان يتعودوا، لكن للأسف بقى الشغل والبلد هناك خدتهم، عكس أنا ومامتهم الله يرحمهم كنا حابين الرجوع هنا دايما. فرد كرم: أنا بصراحة فعلا كنت رافض، لكن ما انكرش إن أنا حبيت الأجواء شوية. كفاية من ساعة ما نزلت من المطار وأنا شايف الزينة والولاد وهم بيلعبوا بالبوم والصواريخ. الحاجات دي فعلا مش عندنا بره خالص، رغم إنها تبان بسيطة لكن هي اللي حسستني برمضان ولا إيه. فكمل كريم: عادي بصراحة، كل بلد ومنطقة وليها أجواءها الخاصة بيها يعني. وعلى فكرة عندنا برضو بعد الجوامع برضك في أوروبا بتعمل الأجواء دي عشان تحسس المسلمين بالأجواء، فبالنسبة لي يعني ما فيش اختلاف كبير. وهنا رد خالد: هي يمكن عشان انت اتعودت على كده من الأول يا ابني. أخبارك إيه يا أسيل؟ دخلتي جامعة زي ما كان نفسك واشتغلتي؟ أسيل بصت لوالدها بحزن: دخلت ميكانيكا بالعافية واتخرجت من حوالي 2 سنين، لكن بابا رافض إن أنا أشتغل رغم إن أنا كنت بجيب مجموع عالي وشاطرة. هو احنا محتاجين الشغل عشان ايه؟ وبعدين روحتي ولا جيتي بسيرك تتجوزي؟ شوزك هيقعدك يعني ملهاش لازمة بقى، كفاية تعليم لحد كده. كريم لاحظ إن أسيل زعلانة وفهم إنها كانت نفسها تكمل وتشتغل، فوطى راسه ناحية أخوه: عرفتي ليه مش حابب الأجواء هنا؟ وصلنا ل 2025 ولسه حد بيفكر التفكير ده زي عمك. فكملت أسيل: أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، وبعدين يا بابا في إيه لما أشتغل وساعة الجواز يبقى حلها ربنا. الشغل بينمي العقل ويخلي الواحدة كده تعرف حاجات كتير وتتعلم برضك. كملت فايدة: خلاص بقى يا أسيل قفل على الموضوع ده، وبعدين هو أنت يعني قاعدة؟ ما أنت كل يوم والتاني تخرجي الحيوانات وتضيع وقتك معاهم، هو اسمه شغل برضك. فكمل كريم: لا وهما ما شاء الله بيحبوها قوي، بيفهموا كلامها. دي مسمياهم كانوا ايه مش فاكر. بيفهموا عشان الحيوانات بتعرف تميز اللي عندهم إنسانية ورحمة. فريدة ضحكت: مسمية المعزة رشيد على اسم رشيدة بتاعت بكار، والبقرة برعي. فضحك كريم: ايوه افتكرت، هما ما شاء الله منسجمين معاها قوي، بيفهموها من اول مرة. عارفة انت لو عندنا بره في اوروبا هيعجبهم الموضوع قوي ده، ومش بعيد هيكافئوكي عليه كمان. الكل ضحك ما عدا أسيل اللي أخدت الكلام على إنه إهانة وده مش هزار، وقامت وسامتهم. وكريم لاحظ ده واستغرب. مر أسبوعين وكريم كان في يوم بيتمشى بالعربية وعطلت، فراح عند أقرب ميكانيكي، لكن لما دخل المحل اتفاجئ: مش معقول، أسيل بتعملي ايه هنا؟ أسيل اتصدمت، بصت حواليها ومش عارفة تستخبى فين، وهي لابسة لبس الميكانيكا كانت واقفة بتصلح العربية. كريم انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اصلح عربيتي عادي يعني. عطلت مني. انت هنا بتعملي ايه وايه اللبس ده؟ واقفه كمان بتصلح عربيه؟ هو انت بتشتغلي هنا؟ غريبه، مع ان والدك قال انك مش بتشتغلي. ليه بقى؟ هو انت يعني انت مهتم ليه بشتغل ولا ما بشتغلش؟ انت مالك انت؟ اسمع كويس، انت هتمشي من هنا ولكنك شفتني، اياك ثم اياك تقول لبابا حاجه بالذات. انا كده فهمت، انت بتشتغلي من وراهم بقى صح؟ مفهمانك انت بنتهم المطيعه اللي بتسمعي كلامهم؟ مش عيب عليكي، مش عيب عليكي في السن ده وتكذبي برضك يا انسه أسيل؟ دي كدبه بيضه، وبعدين انا مش بعمل حاجه غلط، هم اصلا مصممين يضيعوا مجهودي بتاع السنين دي كلها اللي انا قضيته في الجامعه، ان اقعد جنبيهم ومستقبلي يضيع، وغيري بيشتغل ومش بيفهم في الشغلانه حاجه. بذمتك ده مش ظلم وحرام؟ كريم ما كانش عاجبه فعلا فكره انها تقعد وما تشتغلش، هو مش ضد الموضوع ده خالص، خصوصا اتربى بره وشاف ان دي حاجه عاديه، لكن حب يغلس عليها. فعلا، بس في النهايه انت بتعملي حاجه عكس اللي ابوك وامك فاهمينها، ودي اسمها كدبه في النهايه. انت بتلمح ليه يا كريم؟ عاوز تروح تقول لهم وتفتن عليا؟ انا وشي كده برضك؟ لا ما تقلقيش،
طول ما انت بتعملي اللي انا عاوزه ومش بتغلسي عليا زي زمان، اوعدك ان انا مش هفتح بقي. أسيل بصت له بغيظ وفهمت هو عاوز ايه. يا انتهازي، خص عليك. عاوز ايه يا كريم عشان تسكت وما تفتنش عليا ولا تقول سر لحد من اهلي؟ اهو كده تعجبيني وفهمتيها كده وهي طايره. حاليا انا مش عاوز، بس اكيد هعوز وهبقى اقول لك. طب اتفضل طرجنا شويه بقى لحد ما اخلص شغلي. لا، انا هفضل هنا اتفرج عليكي وانت بتصلحي عربيتي، وبالمره اخدك في سكتي. الدنيا قربت تضلم ويبقى لمصلحتك، واقول لهم ان انت كنت معايا عشان ما حدش يشك في حاجه، بدل ما انت كل مره بتخترعي لهم كدبه. أسيل بصت له بغيظ واشتغلت فعلا في عربيته قدامه. هو لاحظ قد ايه ان هي شاطره وبتحب الشغل ده. تاني يوم الصبح فقالت أسيل: يا اخي ارحمني بقى، حد يصحي حد الساعه 7 وينزله في الشمس دي؟ عاوز ايه؟ اخلص، انا مش فايقالك وعايزه اطلع انام حتى 5 قبل الشغل. ايه الالفاظ دي؟ لازم تبيني يعني انك بتشتغلي في الميكانيكا. ظاهر الشغل ده هيأثر عليكي وينسيكي انك انت بنت جميله ليكي معامله خاصه. أسيل حست بالإحراج، لكن بعد كده قالت: وطي صوتك لحد يسمعك. ايه الفضايح دي؟ خلاص اتفضل قدامي، عاوز مني ايه؟ بصراحه كده حابب الف على المناطق هنا واشوفها، بس انا مش عارفها وبتوه كل ما اخرج وبرجع بالعافيه. فلو بصراحه كده استغلك واخدك المرشد السياحي بتاع الايام من ديت. ايه بتبصلي كده ليه؟ عندك اعتراض؟ هو انت مش عاجبك المنطقه هني ونفسك ترجع بلدك بسرعه؟ فجأة دي حبيت هنا وعاوز تلف تتفرج، ولا هو عشان عايز تتعبني وخلاص؟ كريم بصلها قوي وبعد كده اتحرك. يلا قدامي، هسبقك وبلاش رغي كتير. بعد مرور ايام أسيل كان بيتفرجوا على اماكن كتير في مصر. حتى هو كان بيجي لها كل مره الشغل ياخدها بحجه انه عايز يخرج يشوف مكان جديد، لكن فعلا ما ينكرش انه كان بينبهر بالبلد واجواءها. تعرفي البلد دي غريبه، فيها حاجه بتشدك والاجواء كويس قوي، بس برضك في عيوب صعبه الواحد ان هو يتجاهلها. عادي، كل منطقه فيها الوحش وفيها الحلو. اكيد عندك زي ما انت مبهور ببلدك اكيد في عيوب برضك. بس انا مش قصدي اقلل من هنا، بعدين رحت ولا جيت مصر هي بلدي، حتى لو اتربيت هناك ونجحت. بس هنروح بعيد ليه؟ زي مثلا شغل البنت هناك مفيش مشكله فيه خالص. اهو انت بتعاني عشان تشتغلي وتستخدمي ابسط حقوقك، لا هما شايفينك اخرك تتجوزي وتقعدي. على فكره في بنات كتير بتشتغل واهلها ما عندهمش مشكله. يمكن كان زمان الموضوع كان كده، لكن دلوقتي حاجات كتير اتغيرت، وفي النهاية القرار ده بيجي عشان الأهل بتبقى خايفة على البنت، وبعدين ما تحسبهاش كده وتجيب الحاج على البلد. مش فاهم، امال احسبها ازاي؟ يعني حقوق المرأة معترف بيها بالدين، وأنا كبنت فاهمة حقوقي كويس، اللي ليا واللي عليا والبلد كمان. لكن لو جيت تشوف كل بيت هتلاقي في اللي معترف بالحقوق دي وفي اللي بيمنحها بحكم يعني إن هو خايف أو بيفرض سيطرته. فهمت قصدك. يعني انت عندكم في المناطق الريفية عادي، يعني في بنات بتشتغل واهلها عارفين؟ طبعا في، ما ده اللي بتكلم فيه. ما تحكمش عشان والدي بيمنع ده يبقى كل الناس بتمنع، لا، هتلاقي اللي بيعترف بالحقوق المرأة وفي بيت لا. طب هو انت ليه مصممة تشتغلي هزيل رغم انك فعلا مش محتاجة حاجة؟ والدك بيقدر يوفر لك كل اللي انت عايزاه. ومين قالك اني بشتغل عشان الفلوس؟ انا عايزة يبقى ليا كيان لوحدي، بعيد بقى عن بقى اللي هتجوزه ده يعني. وبعدين حاجة مستفزة قوي إني أقعد أدرس سنين طويلة وفي الآخر أقعد وما اشتغلش بالشهادة عشان قال إيه؟ إني بنت. تعرف أنا بحب أوي الست الطموحة اللي زيك، شاطرة. خليكي بقى مكملة في كده، بس نصيحة مني حاولوا تقنعي أهلك أحسن بدل ما يعرفوا من بره. أسيل اتوترت من قربه وكلامه فاتكسفت. وإنت بقى ناوي تقول لهم ولا إيه؟ أكيد لأ يا سيل، بس مش حابك تعملي حاجة من وراهم، وانا مش عارف هيبقى ردة فعلهم ايه لما اي حد يشوفك ويروح يقول لهم. هو انت فاكر يعني ما حاولتش؟ لكن دماغهم قافلة مش راضيين. مش يلا بقى نروح، المغرب قرب يأذن. لا انا بصراحة ناوي ان احنا نفطر بره ونتصل بيهم نقول لهم بقى ان احنا اتأخرنا والمغرب أذن وانت اضطريتي انك تفطريني بره في اي مكان. يا اخي كان يوم ما طلعت له الشمس، يوم ما صلحت عربيتك عندي وشفتني. هو انت هتفضل تزلي فيا كتير؟ يا رب ارحمني منك. طب انت مستنيه ايه؟ ما تقولي لهم، هو انا ماسكك؟ أسيل بصيت له كتير. اتفضل قدامي، في مطعم في اخر الشارع هنا كويس. نروح في الجنينة،
أسيل، ابعدي المعزة اللي انت شايلاها دي عني، قلتلك بخاف منهم مش بطيئهم. ايه انا مش فاهمه، وانت جايباني هنا ليه اصلا؟ أسيل قربت منه وهي شايلة المعزة الصغيرة. مي مش عاوز تتعود على الأجواء وتشوف الأماكن هني وإحنا عايشين إزاي؟ كنت مخليني المرشدة السياحية بتاعتك، يبقى لازم كل حاجة تجربها. مي واللي هستفاده ان شاء الله لما اشيل معزة زي دي ولا اقرب منها. قلتلك ابعدي عني. دي جميلة خالص، هتحبها. بص عليها، عينيها حلوين إزاي. في حد برضك يخاف من رشيدة؟ انا مش عارف ايه الاستمتاع بتاعك ده، وانت اصلا شايلاها ولا انك مسميها كمان على اسم بني ادمه؟ راحت ولا جد اسمها حيوانه في الاخر. اهو الحيوان اللي مش عاجبك ده بيحس، او ربنا بيحس وعنده مشاعر احسن من البني ادمين كتير. الله يكرم اصلك، ابعدي بقى، ابعدي عني. انت مالك كمشان في نفسك كده ليه؟ هو انا شايله اسد؟ في حد برضك يخاف من معزه صغيره دي؟ حتى يعني بص سلمة خالص، مش بتأذي. مي كريم قبل ما يرفض تاني يتفاجئ بيها اللي نزلتها في الأرض. المعزة جريت ناحيته وهو طلع يجري كالعادة، وأسيل فضلت تضحك كالعادة برضه وهي مش مصدقة إن هو خايف من كائن صغير زي ده. وفي يوم كريم استغرب إن أسيل مش بترد على تليفونها، ولما راح مكان شغلها قالوا له إنها ما جاتش، فروح البيت قلقان عليها. هو في ايه يا كرم؟ مالي البيت هادي كده ليه؟ هو انت ما شفتش أسيل؟ انا عماله اتصل بيها مش بترد. اصلك جاي بعد ما الحريقه قامت في البيت. عمك فوزي اكتشف ان بنته بتشتغل في الميكانيكا من وراه، ولما واجهها ما انكرتش وقعد يتخانق معاها كان هيضربها لولا ابوك اتدخل، وفي النهايه امر انها تتحبس في البيت وما تخرجش منه خالص. ايه؟ وهو عرف ازاي؟ هو انت كنت تعرف ولا ايه؟ هي ايه حكايتك مع البنت دي؟ كل شويه طالع خارج معاها وكمان عارف سرها. هو على ايه بالظبط؟ في ايه؟ لو مش واخد بالك ان خلاص رمضان قرب يخلص وبعد كده هنرجع بلدنا تاني زي ما كنت انت عاوز وبتتمنى. كريم في اللحظة دي سكت وافتكر فعلا انه ما كانش ينفع يعلق نفسه بيها. هو بالاساس ماشي وده كان قراره. نروح عند أسيل. صحيح على رأي المثل، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هو انت جاي عامل نفسك تطمن علي وزعلان وبتسألني ايه اللي حصل وانت اصلا اللي فتنت علي؟ نعم، ايه اللي انت بتقوليه ده يا أسيل؟ انا طبعا مستحيل اعمل كده. كذاب، ما حدش كان يعرف الموضوع ده غيرك. فضلت ماسكه عليا ذل عشان اعمل لك كل اللي انت عاوزه، وفي الاخر برضك بعت لبابا رساله تقول له كل حاجه. يبقى بالعجلك دي من غيرك انت اللي قال له. انا كنت فاكر لما بنخرج مع بعض بتكوني مبسوطه زيي وفاهمه يعني ان انا مش بعمل كده عشان ازل فيكي ولا امسك عليكي حاجه. لا، عشان كنت حابه اتعرف على البلد بوجهه نظرك انت، لكن ما توقعتش انك انت ممكن تفكري فيا بالطريقه دي. ما تحاولش يا اخويا عشان مش هصدقك. انت ما صدقت تمسك عليا حاجه. انا كل ده كان هزار وانت كنت فاهمه كده. على العموم براحتك، لكن انا حافظت على سرك وما قلتش لباباكي حاجه. قلت لك ما حدش كان يعرف السر ده غيرك. على العموم خلاص، ادي ابويا عرف واديني قعدت في البيت زي ما الكل كان عاوز. كويس قوي ان رمضان قرب يخلص عشان تمشي زي ما كان نفسك. كريم بص عليها ماشيه وحس بالحزن من كلامها، انها نفسها انه يمشي، ما بقتش طايقاه ولا بتثق فيه. يوم الوقفه كريم كان واقف بيبص على أسيل وهي بتحاول تعلق الزينه في الجنينه بتاعه العيد. كان حاسس بالفراغ من ساعه ما بطلوا يتكلموا لانها مش مصدقاه. كريم لما لقاها مش طايله تعلق لوحدها فرع الزينه على الشجر قرب يساعدها. عنك هتساعدك انا. متشكره، ما طلبتش منك مساعده، انا اعرف اتصرف لوحدي. أسيل بلاش الطريقه دي معايا. وبعدين اقول لك حاجه، نفسي تصدقيني انا فعلا اول ما جيت هنا كان نفسي ان انا امشي النهارده قبل بكره، ومش طايل القعده هنا، ومن اقل عيب افضل اقارن بين هنا وهناك. انما لما بدات اخرج معاكي بقيت اشوف كل حاجه بشكل تاني، وحقيقي انا حبيت البلد اكتر عشانك انتي. الكلام ده كان بياكل معايا زمان، انما دلوقتي لا. وبعدين نصيحه مني، انت مش هتستحمل انك تعيش هنا يا استاذ كريم. وده ليه بقى ان شاء الله؟ مش اصلي كان في الاول كان هنا وكلكم كنتوا بتقولي لي كده؟ عشان اللي يفتي أسرار ما تخصهوش ما أعتقدش إن عنده اشتياق ولا حب للوطن بتاعه، والحاجات دي ما بتفرقش معاه. كريم بصلها قوي وهي حاسة بالتوتر إنها زودتها، لكن إنها اتحركت ولمت الحاجة عشان تمشي. في الوقت ده كريم اتفاجئ بالمعزة الصغيرة بتاعتها قربت منه، لكن ما بعدش وحاول يشجع نفسه ويحسس عليها.
اهو انا عرفت ليه انت كنت بتقربي مني يا رشيده. صاحبتك كان معاها حق، انت عندك مشاعر احسن من البني ادمين، وبتحس بالناس الصادقه، مش بتصدقي من غير دليل وتظلمي غيرك. أسيل وقفت تتابعه شوية وبعد كده قربت تاخدها منه ومشيت. نروح عند أسيل. خير يا مروة، عمالة ترني عليا عشان أجي، ما قلتلك خلاص مش هقدر أجي الشغل زي زمان، أبويا عرف ومنعني، الله يجازيه اللي كان السبب. هو أنت عرفتي مين اللي كان السبب من قعدتك من الشغل؟ ده أنا كنت جاية هني عشان أحاول أعتذرلك على اللي عمله أخويا. ومال أخوك بالموضوع شغلي؟ أنا مش فاهمة حاجة، أنت قصدك إيه؟ ما هو انت لما رفضتي اني امجد يجي يتقدم لك، لما فتحت في الموضوع اتضايق انك رفضتيه من غير سبب، وهو بصراحة الموضوع حس في نفسيته من ساعة اللي عملته خطيبته القديمة، سابته فجأة برضك من غير أسباب. فيعني عشان كملي يا مروة، عمل ايه؟ عشان يعني ينتجم منك راح بعت رسالة لأبوك انك بتشتغلي من وراه، لأني أنا وجعت بلساني مرة وقلت له إنك بتشتغلي في السر. بالله عليكي ما تزعلي مني، أنا لحد دلوقتي مخصبة ومش بكلمه. أسيل بصت لها بصدمة. كريم معاه حق، مش هو اللي كشف سري، أنا ظلمته. أسيل تليفونك بيرن، ردي لا يكون حاجة مهمة، نبقى نتكلم كلامنا بعدين. هو أنا آسفة مرة تانية على اللي حصل. أسيل انتبهت لأن ما كانتش سامعاه ولقيت رقم والدتها وردت. أيوة أنا شوية وجاي على طول، انا متصله اقولك على خبر حلو، مرضيش استنى لحد ما تيجي، اصل ابوكي ربنا هداه ووافق انك تشتغلي اخيرا. بجد؟ طب ايه اللي خلاه غير رايه فجاه كده؟ كريم ربنا يرضيه مرضيش يسافر مع اهله الا ما يقنع عمه، وافق في النهايه يا بيت. سمعت وهو بيقول له انك عرفت تربي وبنتك في شغلها بشهاده الكل، وانا شفت بنفسي لما صلحت عربيتي بالصدفه، وحرام تحرمها من حاجة زي دي بتحبها، وخليك واثق فيها. أسيل قامت من مكانها فجأة بصدمة. ده النهاردة سفرهم صحيح، ده أنا كنت ناسية. في المطار خالد قال: هات الباسبور بتاعك يا كريم. يا ابني انت سرحان في ايه من ساعة ما مشينا من عند عمك؟ ها؟ لا مش سرحان في حاجة. كنت بتقول ايه يا بابا؟ فهنا رد كرم: ما انت لو مش سرحان كنت سمعت قال ايه؟ بيقولك هات الباسبور بتاعك عشان خلاص قربنا ندخل. كريم بص لهم سكت، فاستغرب خالد: مالك يا كريم؟ في ايه يا ابني؟ بصراحة يعني أنا نسيته هناك في البيت. نسيته في بيت عمي، بس مش مشكلة، سافروا انتوا وأنا هبقى أجي في طريقة تانية. كرم وخالد بصوا لبعض وابتسموا. هو انتوا بتضحكوا على ايه؟ أنا بقول لكم نسيتوا عادي، يعني في ايه؟ عمركم ما بتنسوا حاجة. روحوا انتوا بقى عشان ما تتأخروش، وأنا على طول هتلاقوني بعديكم على طول في الطيارة اللي بعديها يعني. هو أنا يعني كنت طايق هنا؟ أكيد هاجي وراكم. اتفضلوا انتوا. ماشي مفيش مشكلة، احنا هنمشي فعلا، بس قبل ما تحصلنا عاوزك تسأل نفسك سؤال واحد: أمنيتك فعلا لما جيت هنا إنك تمشي وترجع على طول؟ لكن يا ترى الأمنية دي لسه موجودة لحد دلوقتي يا ابني؟ كريم فضل باصص له كتير كأنه بيدور على إجابة، لكن الإجابة ما كانت معروفة بالنسبة له. هو أخد الشنطة وطلع يجري من غير ما يرد قدام البيت. آسيل كانت قاعدة حزينة وعمالة تكلم المعزة بتاعتها رشيدة: ملحقتوش يا رشيدة، أنا إزاي أصلا أنسى مع سفره؟ يمكن عشان كنت زعلانة منه، ده أنا حتى ملحقتش أعتذر له على سوء ظني. أسيل بصت ناحية المعزة بتاعتها اللي عملت صوت بيه. تفتكري يعني انت شايفة ان ممكن يجي فعلا تاني واعتذر له بقى ويسامحني؟ هو هيجي تاني، هستنى بقى السنة الجاية وعلينا خير. ده كان لو لسه فاكرني اصلا، مش بعيد يجي ومعاه واحدة ويقول لي خطيبتي ولا مرته. أسيل اتفاجئت بالمعزة بتاعتها اللي طلعت تجري، فهي قامت وراها، لكن وقفت مكانها مصدومة لما شافت كريم ومعاه الشنطة بتاعته. ايه ده؟ انت ما سافرتش ولا انا بحلم؟ كريم قرب منها: عملت نفسي نسيت الباسبور بتاعي عشان ارجع لك، وحشتيني قوي. انا كنت ناسيه ميعاد سفرك والله، وعرفت الحقيقه، سامحني انا ظلمتك وعرفت ده متاخر، انت حفظت على سري، انت راجل طيب. شش، ايه دي؟ انا لو زعلان منك ما كنتش جيت هنا، ولا اقدر اسافر وانا شايفك ان انت زعلانه اصلا. بجد؟ رجعت يعني ليه؟ هو انت واقعه على ودنك ولا ايه؟ انا بقولك وحشتيني. أسيل انت غيرتي كتير قوي فيا وعرفتيني حاجات كتير انا كنت فاكرها غلط.
أنا حبيت هنا عشان كل حاجة كنا بنعملها سوا. أسيل طبعا كانت متأثرة بكلامه، وهو نزل على رجليه وشال رشيدة ومشي هما الاتنين ناحية البيت عشان يتقدم لها رسمي. ولحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصة جديدة، واللي وصل بينا لحد هنا يعمل اشتراك القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.